تخيل راسك لقيتي ساروت مصدي وحليتي به باب كان مسدود ل100 سنه. واش عارف باللي هذيك هي اللحظه اللي غتولي فيها حياتك الامانه الجايه؟ اليوم غنعاود لكم القصه اللي حبست الدم في العروق. قصه بدات من قبومنسي تحت فيلا مهجوره وسالات بحساب عسير وسط ساحه جامع الفنا. غنشوفوا كيفاش القطران سكن في قلوب الناس الملاح، وكيفاش الورده الكحله خنقت مدينه كامله بريحه زفره. من حمزه اللي حل الباب لياسين اللي لابس الخاتم الملعون، وصولا للطيب اللي واجه لاله حليمه وجه لوجه في الدار الكبيره. وجد راسك الاخطر من الحامه غتسمع في حياتك، حيت اللي دواء ياكل الدواء، واللي دخل لهاد القصه هادي ما غيخرجش منها كيف ما دخل. السلام عليكم العائله، اليوم جيت وجبت لكم النيزك الجديد، فيديو مجمع فيه كاع داكشي اللي كتحماقوا عليه. وجد راسك للتشويق وما تمشي فين، راه كل لقطه من هاد القصه هادي غتنسيك في اللي قبل منها. تخيل راسك دخلتي لدار ورثتيها على جدك اللي ما كيعرف واحد، كلشي فيها كان عادي حتى لواحد الليله كتسمع واحد الصوت تقرقير جاي من تحت الزليج. خديتي فاس وهرستي الارضيه وبانوا ليك واحد الدروج هابطين للظلام ما له نهايه، ريحه الخنز طالعه وصوت كيهمس بسميتك. واش غتقدر تهبط وتعرف شنو مخبي لك تما، ولا غتكون هذه اخر ليله ليك فوق الارض؟ اللي خاف نجا، ولكن بطل نختار الطريق الصعبه. هاد القصه هادي راه ماشي بحال اي قصه. هاد القصه بدات مع حمزه، شاب مقاتل مع الوقت لقى راسو فجاه ورث فيلا قديمه في نواحي ازرو. الفيلا كانت مسدوده اكثر من 40 سنه، والناس تما كيقولوا عليها دار الشياطين. حمزه ما كيتيق بوالو، قال مع راسو اللي دوا ياكل الدواء، هاد الهضره غير خرافات وبغاو يطيروا لي الرزق ديالي. النهار الاول داز بخير، ولكن ليله السبت مع ديك 3 ديال الصباح بدات الروينه. حمزه كان ناعس حتى فاق على صوت خباش في الحيوط. ناض شعل الضوء وما لقى والو، غير طفاه وهو يسمع ضحكه ديال دري صغير جايه من وسط الحيط. ثم عرف بلي القضيه فيها لي روح، بقى تابع الصوت حتى وصل لواحد البيت معزول. لقى السجاد منفوخ، هز داك السجاد هو يلقى باب حديد مصدي ومغطي بالاقفال. حمزه بجهاله هز عتله وفرقع داك الباب، غير حلو ويشم واحد الريحه زفره والخنز اللي تيضرب في الراس. هبط مع الدروج هو شاد التليفون كيضوي به حتى وصل لواحد البيت عامر بالتصاور القديمه ديال العائله ديالو، ولكن كاع العينين في التصاور كانوا ممسوحين ونازل منهم شي حاجه كحله بحال القطران. وفجاه الباب ديال القبوط تخبط وبقاو الشموع كيشعلوا بوحدهم قدام عينيه. بان ليه واحد الخيال طويل لابس قفطان مهري ويدي عامرين بالحروق. هذيك كانت لاله حليمه جدة جدو اللي عائلته صفاو عليها ودفنوها حيه تما، حيت كانت كتعاطى لشي حاجه ماشي هي هذيك. حمزه بغى يهرب، ولكن لقى السلاسل بداو كيتحركوا بوحدهم وكيجروا فيه. لقى راسو محاصر. الامانه الروح ديال لاله حليمه بدات كتقرب منه وهي كتقول ليه جيتي تكمل الحساب ولدي. البيت بدا كيضيق والحيط كيسيل منه الروينه الحمراء. حمزه لقى راسو كيتخنق وصوت لاله حليمه كيعلى وكيضحك، ضحكه كتحفر في العظام. صباح الجيران لقاو الفيلا محلوله ودخلوا كيقلبوا، لقاو القبو مسدود ب7 ديال القفوله وكانه ما عمره ما تحل. وحمزه ما بقاش ليه الاثار، غير واحد التصويره جديده تزادت في داك البيت التحتاني. تصويره شاب كيشبه لحمزه ولكن عينيه ممسوحين ونازل منهم القطران. اللي فرط يكرط، وحمزه فرط في راسو ودخل لبلاصه ما يخرج منها غير اللي خلقها. ومن بعد ما غبر حمزه الفيلا تجمعات عليها الروايه، الجيران والبوليس. والطيب اللي ما كيعرفش الخوف دخل القبول معاه السلاسل واقفال، غير حط رجليه في الدروج حس بالبرد كياكل ليه في عظامه وريحه الخنز طالعه. الطيب لقى السده اللي كان فيها حمزه خاويه، ولكن لقى واحد السيف قديم لاصق في داك الحيط ونازل منها الروينه الحمراء، غير قاصه وهي تضرب في واحد الرعده الضوء ديال البيل الكشاف اللي كان عنده، وبدا كيطفى وكيشعل. وبانت لي لاله حليمه واقفه في الركنه، ولكن هاد المره وجهها ما فيش الملامح، غير فم كبير كيهمس. جبتي لي اللي فوق العقده. فجاه الارضيه بدات كتهز وبانوا يدين خارجين من تحت الزليج، يدين ناشفين وطوال كيحاولوا يجروا الطيب لتحت. الطيب بدا كيصفي هذوك اليدين بداك السيف اللي كان عنده، ولكن اللي كثروا عليه الهموم كينعس، والهموم كانت ارواح معذبه. الطيب لقى راسو طاح في حفره وسط القبو، حفره كانت فيها الخلوه الحقيقيه. وهاد الخلوه هادي هي فين كانت لاله حليمه كدير ديك الروينه الكحله. تماك لقى حمزه، ولكن حمزه ما كانش حمزه اللي كنعرفو، كان جالس في الارض عينيه بيضين ويديه كيكتبوا في الحيط بسميتو سميه الطيب بالمداد الكحل. طيب قرب لعنده بغى يهزو، ولكن حمزه دار عنده قال ليه بصوت مدحوح
ما تقيسنيش، راه لاله حليمه بغات تخرج للعالم ومحتاجه للامانه ديالك باش تكمل. الطيب جبد المصحف اللي كان ديما هازو معاه وبدا كيقرا، والبيت بدا كيزلزل. المرايه اللي كانت في القبو بداو كيطرطقوا، وكل طرف ديال الزاج طار خرج فيه لي روح ديال شي خدام من خدام ديالك الدار. لاله حليمه بدات كتغوت غوته خلات ودن الطيب يسيلوا بالدم، والروينه ولات حمراء وبيضاء في كاع القبو. قبل ما يغيب الطيب على الوعي ديالو شاف حمزه كيتلاشى بحال الدخان، ولاله حليمه كتقرب لودنو كتقول ليه الفيلا ما بقاتش داري، دابا جسدك هو اللي غيولي داري. طيب فاق الصباح وسط الفيلا كلشي نقي، كلشي هو هذاك، ولكن غير شاف في المرايه لقى عينيه فيهم نقطه كحله كتكبر. قال لي دوا ياكل الدواء، والطيب دوا فشي حاجه كبيره منه. الطيب فاش فاق لقى العقل ديالو مرول، حس باللي كاين شي روح وسط منه كتحكم ليه في الحركات ديالو. هز الطوموبيل وطار لجهه الجبل لواحد الدوار مسمي بدوار خلوه السباع. ثم لقى با المعطي واحد الشيباني كيشوف بقلبه ماشي بعينيه. غير حط طيب رجليه في الدار، با المعطي قال ليه جبتي معاك ريحه القطران والدم المحروق. الدم المحروق لاله حليمه باقا جيعانه. الطيب تبدل ليه الصوت ديالو ولا صوت لاله حليمه، وهي اللي كتهضر من الحلق ديالو. وابا المعطي هاد الامانه ديالي والفيلا غتولي مقبره للجميع. با المعطي جبد واحد البخور ريحته كتقلب الذات، وبدا كيرش الموارد والملح الحيه. القاعه بدات كدور والحيط بدا كيخرج منه الخنز، هذاك الخنز الكحل اللي كان في القبو ديال الفيلا اللي دوا ياكل الدواء. با المعطي عرف بلي لاله حليمه ما بقاتش غير الروح، ولات مراد حاقد. بدات الروينه الحمراء في البيت، الخبيش كيطرطق والبرد كيزف وخا الصيف. الطيب لقى راسو كيتلوى في الارض والجلد ديالو بدا كيتشرق بحال الورقه. با المعطي شير عليه بواحد الحديده قديمه منقوشه بالطلاسيم وضرب الارض ضربه خلات الجبل يتزلزل. فجاه بان خيال حمزه واقف في الباب، ولكن وجهه كان صافي هاد المره هادي. مد يدو للطيب وقال ليه بصوت بعيد السر كاين في السلسله المدفونه تحت عتبه الفيلا، تما فين راه كاين العقد الحقيقي. لاله حليمه غوتت غوته خلات الدجاج اللي كاين في الدوار يطيح ميت، وبدات كتنسحب من الجسد ديال الطيب بحال الدخان الكحل اللي كيتحرق. والطيب غيرجع للوعي ديالو، ولكن هاد المره هادي وجهه شاحب بحال الجير. با المعطي قال ليه عندك ليله وحده قبل ما يرجع الظلام يغلب الضوء، صفيها لهاديك السلسله والا غتولي انت هو القفل الجايه السي الطيب. طيب طار الفيلا وبدا كيحفر تحت العتبه ديال الفيلا بجهاله. غير وصل لواحد الصندوق ديال العود مهري، لقى فيه سلسله من الذهب مخبيه وسط الروينه، بقايا ديال السحر القديم. واللحظه اللي بدا الطيب كيهز السلسله الفيلا بدات كتهدم عليه، ولاله حليمه بانت ليه ضخمه واصله للسقف ويديها دايرين بالفيلا كامله. طيب قرر يغامر بالامانه ديالو، رمى السلسله وسط العافيه اللي شعلت بوحدها، وتما خرجت فيه لي روح ديال اللعنه من اول شراره. والفيلا تفرقعات وصداها وصل لاخر المدينه. والناس في الصباح لقاو الطيب جالس فوق الانقاض، ضحك واحد الضحكه غريبه وهز واحد الخاتم كان وسط السلسله. طيب رجع ولاله حليمه لقات الطريقه، تصفق عليه وتخليه خاتم صباحها، واللي فرط يكرط والحساب مازال ما كمل. الطيب ما بقاش هو الطيب، الخاتم اللي لقى كان هو القلب ديال لاله حليمه، غير لبسو هو يحس بالقوه كتجري في عروقه، ولكن الثمن كان غالي والامانه ديالو بدات كتموت. الطيب غير وصل لواحد القصر في مدينه انفا في مدينه الدار البيضاء. القصر كان زوين بزاف ولكن ريحه الخنز كانت طالعه. دخل الطيب بجهاله والحراس غير شافوا في عينيه هربوا، حيت شافوا فيهم لي روح ديال موتاهم. ثم لقى الحاج بن عيسى الحفيظ الاكبر ديال لاله حليمه اللي كان كيدير روينه بفلوس الدم باش يبقى شاد في الكرسي. الحاج بن عيسى غير شاف الخاتم في صباع الطيب وجهه الابيض بحال الجير، قال ليه جبتي لينا الحساب السي الطيب. الطيب جاوبو بصوت مزلزل وماشي بالصوت ديالو، هاد المره بصوت لاله حليمه اللي بغات حقها اللي كليتوه ليها سنين هادي. فجاه القصر بدا كيتهز والحيط اللي فيه التصاور ديال العائله بداو كيسيلوا منه القطران. طيب مد يدو الخاتم بدا كيخرج منه الدخان كحل كيربط كاع اللي في القصر. لاله حليمه بانت في الوسط هاد المره لابسه قشيطه ديال العرس، ولكن كلها روينه حمراء بدات كتصفيها ليهم واحد بواحد وماشي بالسلاح ولكن بالرعب اللي كيتوقف القلب. الحاج بن عيسى لقى راسو كيتخنق بفلوسو اللي ولات حديد سخون في جيبو. طيب في لقطه ديال الوعي اخيره حس بلي لاله حليمه بغات تستعمل جسدو باش تخرج للزنقه ودير الروينه في المدينه كامله. تفكر هضره ديال با المعطي اللي فرط يكرط. طيب عرف باللي الحل الوحيد هو يخرج فيه لي روح ديال راسو معاه الخاتم. هز ديك الحديده شقفه ديال الزاج كان طايحه وضرب يدو اللي كان فيها الخاتم بالجد حتى طار الخاتم طاح في وسط العافيه اللي شعلات في القصر.
ولاله حليمه عطات واحد الغوته خلات الدجاج والسماء يتجمعوا في لون واحد. الطيب طاح في الارض والروينه الحمراء سايحه منه، ولكن عينيه رجعوا لطبيعتهم. القصر شعلت فيه العافيه كامل، والبوليس لقاو الطيب ملوح بعيد ولكن بلا يد بلا خاتم. دابا ما بقاش الخاتم ليه الاثار، ولاله حليمه رجعت للخلوه الابديه. ولكن في الليل ملي كيكونوا السكات والناس اللي دايزين من حدا ديك البلاصه كيسمعوا صوت التقرقير ديال الخاتم كيطيح فوق الزليج. اللي دوا ياكل الدواء. الطيب دوز شهور في السبيطار ووجهه كان شاحب وعينيه غارقين. السبيطار كان قديم مبني فوق واحد الخلوه قديمه كانوا كيدفنوا فيها غير الامانات. الطيب كان كيهضر بوحده، والممرض ياسين كان هو الوحيد اللي كيقرب ليه. وواحد الليله الروينه ناضت في السبيطار، الضوء طفى وصوت الحديد كيتجر فوق الكروارات بدا كيتسمع. طيب ناض بجهاله ويده المقطوعه بدات كتسيل الروينه الحمراء. واخا هي ما كيناش، ياسين دخل البيت. طيب لقى الحيوط عامرين بتصاور حمزه ولاله حليمه مرسومين بالقطران اللي خرج من ضفار الطيب. قال لي دواء ياكل الدواء. ياسين بغى يهرب ولكن الباب تخبط. طيب دار عنده وقال ليه بصوت كيقطع اللحم: لاله حليمه مازال خاصها يد باش تكمل السلسله، ويدك انت مازال لقيه. فجاه من تحت السرير خرجت يد مقطوعه كحله، وهي اليد ديال الطيب اللي قطعوها له في القصر. اليد كانت كتحرك بوحدها بحال العقرب كتحاول تلصق في عنق ياسين. الروينه الحمراء بدات كتسيل من السقف، وصوت الضحك ديال لاله حليمه مال السبيطار كامل. المرضى بداو كيغوتوا غوته وحده وكلشي بغى يصفيها لراسو. طيب لقى راسو محبوس بين الروح ديالو القديمه وبين اللعنه اللي ما بغاش تطلق منه. ياسين جبد مقص ديال الخدمه وبدا كيضرب في ديك اليد، ولكن اليد كانت قاصحه بحال الحجر. طيب في لحظه رجوله اخيرا رمى راسو فوق ياسين باش يحميه، وقال ليه هرب لعند با المعطي، قال ليه السلسله ما بقاتش ذهب ولكن ولات الدم. وياسين هرب وسط الظلام هو كيسمع العظام كيطرطقوا ورا الباب. ملي رجعوا البوليس الصباح لقاو بيت طيب خاوي، غير واحد يد مقطوعه لاصقه في الحيط والضفار ديالها كاتبين انا هنا وانت الجاي. طيب غبر، ولكن ياسين حس بلي شي حاجه ثقيله تزادت فيه. لقى خاتم كحل جديد في جيبه، بدا كينبت ليه في العظام ديالو وكيتلصق ليه مع صبعتيه. ياسين لقى راسو في بيت ضيق والضو كيرمش. الخاتم كحل بدا كياكل ليه في اللحم ديال صبعتيه، والعروق ولاو كيبانو كحلين بحال القطران. سمع صوت تقرقير جاي من تحت الباب، وبانت ليه يد مقطوعه ديال الطيب كتحبو في الكولوار بحال العقرب الجيعان. اللي دوا ياكل الدواء. ياسين هز جنويه من الكوزينه وبغى يطير صبعه، ولكن يدو تجمدات في الهواء. لاله حليمه بانت ليه وراه حاطه يد ديال المحروقين على كتافو وهمست ليه: دابا انت هو عيني اللي غنشوف بيها، ويدك هي اللي غنجمع بها الامانه من جديد. فجاه التليفون ديال ياسين بدا كيصوني، كانت نمر ديال الطيب. ياسين جاوب وهو كيرجف، سمعوا الطيب بعيد وبحال جاي من تحت الارض. لاله حليمه ما بغاتش غير الدم، بغات الخلوه ترجع للمدينه كامله. السلسله اللي تحرقات باقا حيه في قلبك. ياسين غوت غوته: شنو ندير السي الطيب؟ جاوب. طيب جاوب وصفيها لراسك قبل ما تصفيها للناس. الروينه الحمراء غتغرق في المدينه الا بقيتي حي. ياسين شاف في المرايه وبانت ليه الروح ديال لاله حليمه بدات كتخرج من عينيه. الدار بدات كتضيق والحيط بدا كيخرج منه الخنز الدم. ياسين قرر يدير واحد الحاجه زوينه بزاف، خدا واحد المقص وخشاه في القلب ديال الخاتم بكل جهد. واحد الغوته خرجات من الحيوطه خلات الزاج ديال الدار كامل يطرطق، وهنايا الروينه ولات كحله في البيت. ياسين طاح للارض وهو كينزف، ولكن الصدمه كانت ملي حل عينيه لقى راسو ماشي في دارو، لقى راسو في القبو الاول ديال الفيلا، وقدامه حمزه والطيب ولاله حليمه جالسين دايرين بيه بحال الوليمه. حمزه ضاحك وقال ليه مرحبا بك في العائله، دابا كملت السلسله. ياسين لقى راسو ما بقاش بشر، ولا قفل جديد في الباب لاله حليمه. المدينه كامله بدات كتسمع في الليل صوت تقرقير تحت الارض، والناس كيحسب لهم غير الطوب وما عارفينش بلي الروينه بدات كتسحف لعندهم. اللي فرط يكرط، وياسين فرط في حياته باش يولي خدام ديال الظلام الابدي. وياسين لقى راسو وسط كازا بالليل، ولكن المدينه ما بقاتش هذيك. الاضواء ديال الزنقه بداو كيطفاو واحد بواحد، وصوت الحديد بدا كيتجر فوق الكودرون، بدا كيتسمع من كاع الجوارب. الخاتم الكحل اللي في صبع ياسين بدا كينبض بحال القلب، وكل نبضه كتخرج فيها لي روح ديال شي حد كان دايز مسكين من تما في امان الله. واللي فرط يكرط، وياسين فرط في راسو ملي بقى كيشوف في ديك المرايه. لقى راسو كيدخل لواحد القيصريه قديمه، تما في لاله حليمه كانت كتبيع وتشري في الامانات زمان هادي. القيصريه كانت مظلمه وريحه الخنز طالعه منها، بانوا ليه التجار تما ولكن وجوههم ممسوحين وكلشي خدام كيخيط في الكفن. وهنايا حمزه بان ليه ياسين وسط ديك الروينه وهاز واحد السيف مصدي، وقال ليه لاله حليمه ما بقاتش باغي غير القبو، باغا الزناق يفيضوا بالروينه الحمراء باش تقدر تخرج بصفتها الحقيقيه. ياسين حس باللي عقله غيخرج منه، وبدا كيشوف الناس اللي في الزنقه كيتحولوا لخيال كحل كيتبعوه فين ما مشى. الروينه بدات ملي واحد البوليس يحاول يوقف ياسين وغير قرب لعنده.
الخاتم طار من صبع ياسين ولصق في عنق البوليسي وصفاها ليه في البلاصه بلا ما يقيسو. الروح ديالو طارت ودخلت في الخاتم وياسين عرف باللي ولا وحش حقيقي. لاله حليمه بانت في السما فوق القيصريه، ضحكتها خلات الطوبيسات يتقلبوا والدور يتزعزعوا، بدات كتقول المدينه هي داري والناس هما رزقي. ياسين لقى راسو كيجري وسط الزحام وكل واحد كيقيسو بيدو المسمومه كيطيح كيغوت والدم كيسيل من عينيه بحال القطران. الطيب اللي كان مخبي في واحد الزاويه قديمه شاف هاد الروينه واعره بزاف وعرف باللي الامانه ديال المدينه مشات فيها. السباحه ديالو بدا كيصلي والروينه الحمراء بدات كتحاصرو من كاع الجوانب. ياسين وصل لعنده عينيه كيشعلوا بالعافيه وقال ليه جيت نصفي الحساب السي الطيب، الحساب القديم. تما بدات المواجهه اللي غتخلي المدينه تولي رماد. المدينه ما بقاتش هي المدينه والروينه الحمراء بدات كتخرج من القوارص والناس اللي ولاو كيشوفوا لي روح ديالهم موتاهم كيدوروا معاهم في الزناقي. ياسين ولا هو المركب الحقيقي ديال لاله حليمه، مد يدو للسما والبرق بدا كيضرب بالجهد وكل ضربه ديال البرق كتخرج فيها لي روح ديال شي حد فرط في الامانه ديالو. اللي دوا ياكل الدواء با المعطي اللي هرب من الجبل وصل وسط المدينه وهو هاز بخور وقران صغير. شاف ياسين وقال ليه بصوت كيرعد يا ولدي لاله حليمه بغات ترجع للزمان القديم فين كان الظلام هو اللي كيحكم المدينه غتولي هي القبو الكبير. ياسين دار عنده ولكن وجهه ما بقاش فيه الملامح بشريه ولا عباره عن ثقب كحل كيجذب كاع اللي يقرب ليه. لاله حليمه بانت وراه ضخمه بحال الجبل ويديها المحروقين شادين في خيوط كتحرك به الناس بحال الدومه والمدينه كامله بدات كتغرق في الدم المحروق. فجاه بان طيب اللي سحب لينا غبر خرج من وسط الضباب ولكن هذه المره كان هاز في يدو الخاتم القديم اللي دابا رجع تجمع بقدره قادره وسط العافيه. طيب قال با المعطي السلسله ما بقاتش في القبو، السلسله دابا هي حنا. طيب با المعطي وحتى خيال حمزه اللي باقي في السماء وقفوا وقفه وحده ضد لاله حليمه. الحديد بدا كيطرطق والعافيه شعلات في كاع القوارص، الروينه ولات بيضه وكحله في صراعات ما لها نهايه. ياسين بدا كيتفرقع من الداخل ولاله حليمه بدات كتغوت خلات الزاج ديال المدينه كامل يولي غبره. الطيب رمى راسو وسط داك الثقب الكحل اللي فيه وجه ياسين وهو كيقول اللي فرط يكرط وانا فرط في يدي، دابا غنكرط روحي باش تصفى هاد الروينه الكحله. واحد الانفجار خلى المدينه تسكت سكته واحده، الضباب بدا كيتحيد والشمس بدات كتخرج ولكن فوق سطح العماره ما بقى حتى حد غير خاتم كحل طايح في الارض وبدا كيدوب وكيتحول نقطه قطران غبرات وسط الشقوق. الروينه كانت قويه بزاف لدرجه حتى الارواح ديال الناس ما لقاش فين تمشي وبقات كتحوم فوق الرماد. البوليس جاو يقلبوا على الطيب وياسين ولكن ما لقاو غير خاتم كحل دايب ولاصق في الارض بحال الوشم. اللي فرط يكرط وهاد المره فرط هو المهدي، واحد الشاب خدام في لابورطوار ديال التحليلات. جابوا ليه داك الرماد باش يدير له تحليله وغير حطوه تحت المجهر شاف القطران كيتحرك بوحدو بحال الحناش وفجاه الضوء طفى في السبيطار كامل وريحه الخنز خارجه من الثلاجات فين كيحطوا الامانات ديالهم. المهدي لقى راسو محاصر بالبيبان اللي تسدوا بوحدهم. بانت ليه لاله حليمه ولكن هاد المره كانت شفافه وضعيفه وقالت ليه بصوت كيصفر طيب حرق جسدي ولكن روحي باقه هي هذيك الرماد اللي عندك ومحتاجه دم جديد باش نرجع نوقف. المهدي بغى يصفي هاد راسو قبل ما تقيسو ولكن الدخان تلقى راسو كيهز داك الرماد وكياكلو بجهاله. الروح ديال لاله حليمه بدات كتسري في العروق ديالو وعينيه بداو كيخرجوا منهم الدخان كحل. في هاد اللحظه هادي بان خيال ديال الطيب في الزاج ديال السبيطار وجهو كان شاحب وقال للمهدي ما تخليهاش تخرج صفيها لداك الرماد اللي وسطك. الروينه الحمراء بدات كتخرج من فم المهدي وهو كيصارع على لاله حليمه وسط الداد ديالو. السبيطار بدا كيتهز والارواح اللي كانت في الثلاجه بدات كتحل عينيها وكتمشي جهه المهدي. المهدي لقى راسو محاصر بين هاد الارواح هادي هو يهز واحد المشرط وضرب يدو باش يسيل الدم ويخرج اللعنه ولكن لاله حليمه كانت اسرع وسكنت ليه في القلب ديالو. الصباح المهدي خرج من السبيطار كانه ما وقع والو ولكن اللي شاف في عينيه كيشوف قبو مظلم ما له نهايه اللي دارها بيديه يفكها بسنيه. والمهدي دابا هو القفل والساروت في نفس الوقت. لاله حليمه رجعت ولكن هاد المره وسط واحد عقله كبير وناوي يدير الروينه في العالم كامل ماشي غير في المدينه. المهدي ما بقاش هو المهدي، لاله حليمه سكنت ليه في النخاع الشوكي ديالو وبدات كتحرك المدينه بحال شي ماكينه ديال الموت. الحديد والسلاسل نبت من كاع العمارات والناس اللي دايزين ولاو كيشوفوا لي روح ديالتهم واقفه قدامهم كتسنى تصفي الحساب القديم. واللي فرط يكرط والمهدي فرط في روحه ملي كلا داك الرماد الملعون. الروينه الحمراء غطات البحر والحوت بدا كيخرج لشاطئ ميت وعينيه كحلين بالقطران. لاله حليمه وقفات وسط الساحه بجهاله وصوتها زلزل الدار البيضاء. بغيت كاع القبول تحت الارض يولي هو الفوق وبغيت كاع السوارت يدفنوا
والمفاجأة وسط داك الظلام طيب وحمزة وحتى با المعطي بانو كأرواح صافية جايين من الفوق. طيب قرب المهدي وقال ليه السر ماشي في الخاتم، السر في الأمانة اللي وسط قلبك. خرج لاله حليمة بالصلاة والدعاء ولا صفيها راسك وتهنى. والمهدي بدا كيتعد وعروقه بداو كيطرطقوا بالدم كحل. لاله حليمة بدات كتغوت والروينه ولات نازله كتحرق كاع داك السحر القديم. المهدي في لقطه ديال الرجوله واعره هز واحد الموس طيب بيه وضرب قلبه مباشره وهو كيقول موت لاله حليمة وموت المهدي وتعيش المدينه. واحد انفجار ديال الضوء مورا السحابه الكحله خلى المدينه ترجع لبلاصتها. لاله حليمة تلاشات بحال الدخان وسط الريح والمهدي طاح في الارض وهو كيضحك ضحكه ديال واحد القراحه. السلاسل دابوا والقطران نشف والناس فاقوا بحال الا كانوا في حلم مرون. الصباح طلع والمدينه رجعت عامره بالحركه ولكن في واحد القبو منسي تحت واحد الدار قديمه واحد الدري صغير لقى واحد الصدفه فيها ريحه القطران وحطها في ودنه. سمعت صوت همس رقيق كيقول ليه اللي دوا ياكل الدواء. السلسله مازال ما بقاتش. الروينه سالات هنا ولكن شكون عرف فين غتبدا من جديد. وامين دري صغير عنده 9 ديال السنوات لقى ديك الصدفه الملعونه تحت العتبه ديال الدار القديمه غير حطها في ودنه وهو يحس بالخنز كيدخل له في راسو. لاله حليمة لقات الامانه الجديده روح نقيه وسهله باش تعجنها كيف ما بغات. امين ما بقاش كياكل ما بقاش كيلعب ولا كينعس تحت السرير وكيخربش في الحيط. القطران اللي خارج من مسام الجلد ديالو واللي فرط يكرط. الوالدين ديال امين سحب ليهم ولدهم غير مريض وصافي بالبرد جابوا ليه الطبيب الحديده ديال الشوكه ولكن غير قرب عنده الطبيب امين حل فمه وخرج منه الدخان كحل. خرج فيه له روح ديال الطبيب في البلاصه. الطبيب طاح جثه هامده وعينيه زرقين بحال بحر الميت. الروينه الحمراء بدات في حي المحمدي. امين خرج للزنقه وسط الليل وهاز ديك الصدفه كاع الكلاب بداو كيهربوا كينبحوا نبيح ديال الموت. امين وصل لواحد المدرسه قديمه وبدا كيدق في كاع البيبان كل باب كيدق فيه دقه. الروينه الحمراء بدات كتسيل منه وصوت لاله حليمة بدا كيعلى بغيت جيش من الصغار بغيت نكبر الخلوه في كاع الدار. وفجاه بان خيال ديال الطيب اللي ولا دابا روح حارسه قدام امين. طيب قال ليه يا ولدي ارمي ديك الصدفه راه لاله حليمة بغات تصفيها الجيل كامل بسببك. امين شاف الطيب وعينيه ولاو كبار وكحلين وقال ليه بصوت مزلزل الطيب انت متي ودابا الدور ديالي انا اللي باقي حي. الروينه ولات خضره وكحله وسط المدرسه والطاولات بداو كيطيروا والكتوبه بداو كيتحرقوا بوحدهم. لاله حليمة بانت فوق السطح ضخمه ومرعبه وشاده في يد امين الصغير. الطيب عرف بلي الحساب هاد المره صعيب حيت اللعنه سكنات في البراءه. هز واحد السبحه ديال الضوء وبدا كيدور على المدرسه والحيط بدا كيطرطق ديال المدرسه ولاله حليمة بدات كتغوت. امين لقى راسو كيتلوى والصدفه بدات كتذوب في يده وتولي خاتم صغير قد صبعه. الروينه بدات كتكبر والمدينه كامله فاقت على صوت تقرقير جاي من وسط اقسام المدرسه. اللي دوا ياكل الدواء. واليوم المدرسه غتولي هي القبول الجديد. المدرسه اللي كانت كتعمر بالضحك والدراري الصغار ولا دابا خلوه كبيره. امين الصغير مابقاش كيسمع والو من غير صوت لاله حليمة اللي كتقول ليه امين حل البيبان صحابك جاو يلعبوا معاك. بانوا ليه الدراري جايين للحي كامل داخلين المدرسه بحال الدومه المنومه عينيهم بيضين وكيمشيو جهه القبو اللي كاين تحت بيرو ديال المدير. اللي دوا ياكل الدواء والمدير مسكين ملي دخل يقلب شنو واقع لقى راسو كيتخنق بالقطره اللي خارج من الكراسي. امين كان جالس فوق المكتب ديال المدير وشاد الصدفه اللي ولات بحال القلب كينبض بالروينه الحمراء. الحارس حاول يدخل المدرسه ولكن لقى بلي لاله حليمة دارت السياج من اللي روح المعذبه اللي ما كتخلي حتى شي واحد يقرب. لاله حليمة بانت بصفتها المرعبه ويديها المحروقين بداو كيطوالوا حتى وصلوا لكاع البيوت اللي دايرين بالمدرسه. بدات كتجر الارواح ديال الناس وهما ناعسين. طيب غوت زلزل الحي. امين هرس الصدفه راه هي اللي شاده هاد الروينه. امين بدا كيبكي والدموع ديالو نزلوا كحلين. حاول يلوح الصدفه ولكن السلاسل اللي بتت من يديه ولصقها في يديه. لاله حليمة ضحكت ضحكه كبيره وبدات كتحفر في قبو جديد وسط ساحه المدرسه. قبو ما له نهايه وبداو كيبانوا فيه وجه حمزه وياسين والمهدي كلهم كيتسناو الوريث الجديد. وفجاه امين لقى واحد المقص وبكل شجاعه ضرب يدو اللي فيها الصدفه. الروينه الحمراء ساحت فوق الصدفه والصوت ديال لاله حليمة تبدل الغوته ديال الخوف. طيب استغل الفرصه ودخل بحال النيزك وسط الساحه وضرب الارض بسبحه ديال الضوء والمدرسه بدات كتهدم والدراري بداو كيطيحوا في الارض وهما كيفيقوا من الحلم المرون. لاله حليمة بدات كتلاشى وهي كتقول امين السلسله باقا طويله والحساب مازال ما تجمع. امين طاح غايب على الوعي ديالو والصدفه تفرقعات المليون طريف.